مش عارف مين الحمار اللي قال ان محمد صلاح هو سبب خساره ليفربول النهارده او خساره ليفربول بشكل عام. ده انسان حمار عامه. يعني هل محمد صلاح هو سبب في الاجوال اللي بتخش دي؟ يعني هل سبب محمد صلاح ان في اوتات بتخش في ليفربول، اوتات بتخش مش كرات ثابته، حتى ده كره بايده بتخش جون في ليفربول؟ يعني هل محمد صلاح سبب في علويه فان دايك؟ طب هل سبب في قرعه ارن سلوت؟ طب هو اللي خرج السعوديه من كاس العالم؟ محمد صلاح عيب ايه؟ محمد صلاح يا عم بيلعب وحش، انا بقول لك هو بيلعب زي الزفت، انا معاك والله العظيم، بس مش هو السبب في الخساره، هو سبب في ان هو ما بيجيبش جوان، بس هو مش سبب في الخساره. عشان سمعت نغمه بقالي كتير قوي، لا ده هو ده السبب، ده هو عشان بقى ما لعبش الماتش اللي فات، فعشان كده بص بقى شايف بقى نسيو السنين اللي فاتت عمل ايه، لعب 400 حاجه ماتش، جاب 300 حاجه جون ونسيو. الذاكره بعيد عنك معلش، اصلها مش مستحمله قوي يعني. امسك في محمد صلاح وسيب العبيط اللي بره، العبيط اللي بره بتصريحاته المتخلفه اللي بيقولها دي كمان، وبطريقه لعبه المعتوهه اللي بيلعبها دي، يقول لك في الاخر محمد صلاح هو السبب. انا بس عندي سؤال معلش، هو ليفربول هل استشارت المدرب، او المدرب اصلا اللي طلب اللعيبه دي، ولا يعني عايز اعرف الموضوع ده حصل ازاي؟ عشان في اماكن في ناس بتلعب فيها مش المركز اللي بيلعبوا فيه اصلا، ومش المكان اللي الراجل ده يفيد فيه. امال احنا جايين نعمل ايه هنا؟ انت متخيل ان هو خسر قدام برنتفورد؟ انت متخيل ان هو خسر قدام اصلا مدرب ركلات ثابته؟ ده مش مدرب اصلا، ده مدرب ركلات ثابته كسب ليفربول بصفقات 500 مليون. انت متخيل احنا فين؟ بلاش دي يا عم. انت متخيل ان ليفربول مركز خامس دلوقتي، ولو بكره ثلاث فرق توتنهام واستون فيلا وفريق كمان لو كسبوا ماتشاتهم ليفربول يبقى مركز تاسع. طب انا هقول لك الاوسخ منها، انت عارف ان مانشستر يونايتد مركز رابع دلوقتي؟ تحب تسمع اكتر؟ ساندرلاند مركز تاني. ها، محمد صلاح بقى هو السبب في كل الكلام ده. كرة ضربة الجزاء ما فيهاش ضربة جزاء، انا معاك اوكي، هي ما فيهاش فعلا ضربة جزاء، بس مش دي اللي كانت هتغير لك الماتش، مش دي اللي كانت هتعدل لك الدفة، مش دي اللي كانت هتكسبك الماتش. انت وحش، وانت لازم تعترف ان انت وحش. محمد صلاح وحش والفريق كله وحش. لما يبقى في لعيب او اتنين هم اللي وحشين ساعتها نلوم اللاعبين، لكن لما يبقى الفريق كله وحش ده معناه ان احنا نروح الراجل الاقرع اللي هناك ده هو السبب. الراجل ده بجد محتاج، لازم يمشي، لازم يمشي. نغير السيره شويه ونتكلم على مانشستر يونايتد، او بالمره ايه نروق على نفسنا شويه. مانشستر يونايتد انا كفريق ماليش فيه قوي، بس انا كان صعبان عليا اللي كان بيحصل فيه يعني. بس انا عشان اتفرج على اي ماتش، لو اتفرجت على حفيظ دراجي اعرف ان انا النهارده هنبسط. ليه بقى؟ الكوره اتلعبت عادي من ميلنر، لعيب كده مش فاكر اسمه ايه، ده الكعب اللي وقع. اتفرج على حفيظ دراجي والكوميديا اللي اقسم بالله العظيم راجل متنمر لاقصى درجه. انا اتفشخت ضحك على ضحكته اصلا، لا الضحك اللي هي بتحسها من جوه دي، فشخت ضحك بسبب ان هو عمله طبعا. بس الماتش بشكل عام طبعا مانشستر يونايتد تستاهل تكسب. اي نعم هو في الاخر كانوا هيلبسوا، كانوا هيخسروا بسبب غلطات فرديه غبيه وساذجه جدا، بس يعني الحمد لله ربنا كرمهم بقالهم 3 ماتشات، واخيرا الحمد لله الراجل الجميل ده هيعلق شعره، عشان انا زهقت منه يعني بجد، محتاج يعلق شعره عشان شكله بقى معفن يعني. اللي ما اعرفش مين الراجل ده، ده راجل قال ان هو لو مانشستر يونايتد كسب 5 ماتشات ورا بعض هيحلق شعره، ففضل سايب شعره لحد ما وصل للمرحله دي. هو شعره كان زي شعري كده في الاول. فكره ان كونيا يدخل جون دي حاجه كويسه جدا لمانشستر يونايتد، لان هو كان الواد هيموت ويجيب جون ومش عارف، بس ربنا كرمه الحمد لله ودخل جون. وحتى الكوره كانت ماشيه معاهم لدرجه ان كاسيميرو شاط كوره عملت ديفليكشن ودخل الجون، اللي هو ربنا مبارك لهم النهارده، اللي هو الحظ كان واقف معاهم ضدهم السيزون كله من اول ما بدا لحد السيزون لحد النهارده. وبعد كده بقى لا خد يا عم يلا انتوا تعبتوا كتير برضه هيصوا. سيسكو النهارده ما عملش حاجه، بس سيسكو برضه هو مفيد يا جماعه، سيسكو مفيد عشان كونيا وعشان امبويمو. يعني هو اللي بيسحب المدافعين وهم يقدروا يكسروا، يعرفوا يشوطوا زي ما كونيا عمل، يعرف امبويمو برضه يعرف يكسر نفس الكسره برضه يحطه، يعني ايه، هو بيساعد قوي في الحته دي. بعيدا عن خبوات الدفاع بتاعنا ان هو بيلعب دفاع اصلا اقسم بالله العظيم بيمشي، يعني المعرب بيمشي على الميه. الدفاع قبل ما يخش فيهم الجولين دول كان يستاهل يخش 2 3 كمان، انا بقول لك يعني. بس في الاول وفي الاخر مانشستر يونايتد كان يستحق يكسب، والحمد لله ان هو كسب يعني. هو دلوقتي فهو في المركز الرابع بدل المتخاذل التاني ليفربول المركز الخامس، واحتمال ينزل تاسع. ده هل بقى مانشستر يونايتد هيستمر على الوضع ده؟ انا ما اظنش. انا يعني انا عارف ان هو ما بيقدرش، ما هو ما يستحملش بقى من غير برضه ما يتعلق برضه، هو كمان هو عنده برضه سنه علويه كده. الجمله العليا بقى برضه اللي تشيلسي خسر من ساندرلاند اللي انا مش فاهم، انا حاسس ان هو ايه بيتسحلب وبيتدحلب كده واحده واحده، ودلوقتي هو في المركز الثاني، وانا حاسه موسم ليستر شكله كده الله اعلم يعني، وتلاقي فجاه ليستر خد الدوري وارسنال برضه ما خدش الدوري تاني. طبعا دي حاجه بعيده شويه انا مش متوقعها، بس يعني لو حصلت دي تبقى اقسم بالله العظيم تبقى مصيبه. ده انت هيبقى معمول لك عمل على حاجه بتاعت جمل ولا تهدى ولا ترتاح الا على حاجه بتاعت تمساح. انتوا لو الناس عارفه المثل هتفهمني يعني، عشان دي خلاص كده تبقى دي كده نجاسه مطلقه. انا ما شفتش نجاسه غير دي في حياتي، مانشستر يونايتد ما فيهوش النجاسه دي، ولا ليفربول حتى. نوصل في الاخر للعملاق الباريسي اللي كسب 3-0 النهارده بمنتهى السهوله والاناقه والجمال والتحفيه والكل حاجه. وحكيمي يا جماعه، حكيمي باك ليفت، هو حط جونين النهارده بس هو باك ليفت. هو بيحط جوان كتير فشخ بس هو باك ليفت. هو عايش في ال 18 بس هو باك ليفت. هو بيعمل كل حاجه بس هو باك ليفت. ما تفهمش هو باك ليفت منين يعني. لو عايز اقعد انديكي كده اخده اقعد معاه قاعد اقول له بقول لك ايه، هو نونو مندش وحكيمي هم باك ليفت، هو باك ليفت وباك رايت ازاي؟ عشان انا مش حاسس ان انت بتكذب علينا في نوع من انواع الكذب، او في مثلا توأم، كل واحد ليه توأم، فبتلاقي واحد قدام واحد ورا، لان هو مش منطقي، في حاجه غلط يعني. كان بيقول لي بقى من باريس سان جيرمان مش متصدر، او دي تصدر يا عم. ها هو بتمر بحاجه تاني، تاخد حاجه تانية مع الاوردر يا عم، ادي تصدر. ها هديك كلمه تانية، متصدر في دوري الابطال ومتصدر في الدوري بتاعي. ها ليه كلام هتقول لي بقى دوري فلاحين؟ ما انت كنت بتقول لي انت لسه مش متصدر الدوري بتاعك، اديني متصدر الاثنين. هتقول لي حاجه تانية؟ ها
تنساش بقى تعمل لي فولو وسبسكرايب ولايك والحاجات اللي هي الكتير قوي فشخ دي اللي مش عايز، مش اعملي بقى.